يا مساء الفل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ متابعي قناة مستر فورتين، معاكم محمد عمر. جاي النهارده نتكلم عن الحلقة اللي عملها كابتن ابراهيم فايق والتصريحات اللي طلع بيها صالح جمعة لاعب الاهلي السابق، ورد امام عاشور على تصريحات صالح جمعة وتكذيبه. فيا ريت كل الناس اللي بتتفرج علينا تدعمنا بلايك وسبسكرايب للقناة، وما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل التنبيهات اول باول. قبل اي حاجة صلي على النبي في الكومنتات. يلا بينا نبدأ. الاهلي عنده مشكلة حاليا مع امام عاشور. الاهلي قال ان امام عاشور مستبعد من الماتشات وهيتدرب منفرد وفي غرامة 1.5 مليون جنيه. طلع بعد كده حلقة لكابتن ابراهيم فايق في قهوة فايق، كان مستضيف فيها. الحلقة كانت امبارح تقريبا، كان مستضيف فيها نجوم سابقين في الاهلي والزمالك زي كابتن اسامة نبيه وكابتن محمود فتح الله وكابتن سيد معوض، وكان مستضيف معاهم كابتن صالح جمعة. الغريب ان كابتن صالح جمعة حتى في القهوة ما كانش ملتزم وما كانش موجود في ميعاده. الغريب ان كابتن صالح جمعة حتى بره الكورة هو راجل مش ملتزم. بس مش ده موضوعنا. المهم ان كابتن صالح جمعة، كابتن ابراهيم فايق بيسأل صالح جمعة بيقول له ديب بيقيم ديب يا كابتن صالح. وهنا انا هقف، لا هي مش ديب بيقيم ديب، هي موهبة ضاعت بتقيم موهبة هتضيع. هو لاعب مش ملتزم بيقيم لاعب اكتر منه في قلة الالتزام. المهم كابتن صالح جمعة قال ان هو كان قاعد امبارح يعني مع امام عاشور وكهربا كانوا بيتعشوا ابراهيم فايق طبعا مش هيفوت، قال له فين عشان يقول له كنا قاعدين في الكافيه الفلاني النايت العلاني يعني. بس ده ما حصلش، قال له عشا وبتاع. وقال له ان هو كان قاعد مع امام عاشور، وان هو قال له ما تلويش دراع الاداره وما تلويش دراع الجمهور، وانت لعيب كويس وانت المفروض تلتزم، وانت محتاجينك لكاس العالم، انت كنت مش فت في بطوله وكنت فارق. ده كله اللي قاله، ده كل الكلام ده قاله كابتن صالح جمعة، يعني ان هو قاله لامام عاشور. المهم ان كابتن صالح جمعة اللي بينصح امام عاشور قال يعني ان امام عاشور بيقول له يعني ان مشكلته مع الاداره ماديه، انه امام عاشور شايف ان هو لعيب اعلى من اي حد جنبه، فارق بمسافه عن كل زمايله اللي بيلعبوا معاه، ومحتاج ان هو يتقدر ماديا. يعني معنى كده ان امام عاشور عنده مشكله ماديه، معنى كده ان امام عاشور باصص لحد في الفريق، طبعا احنا عارفين هو مين، باصص لحد في الفريق واخد اعلى منه، مش 5 مليون جنيه يعني. في حد واخد مبلغ كبير وامام عاشور عايز يتساوى بيه. هل الحد ده زيزو؟ هل الحد ده تريزيجيه؟ ايا يكن هو مين، في مشكله عند امام عاشور، وان هو محتاج يتقدر ماديا من النادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا كان بينفي كل الكلام دوت، ان في مشاكل ماديه في الفرقه، وان اوضه اللبس فيها مشاكل وي 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 وان اللعيبه كلها بتحب بعض ومش حد بيبص للتاني وبتاع. وطبعا احنا عارفين ان كل ده ايه، ضحك على الدهون. يعني اللعيبه كلها في مصر بقت بتبص لبعضها، سواء في الاهلي، في الزمالك، في بيراميدز، في الاتحاد، في سموحه، في زد، في انبي، في الطلائع، في اي حته، كل لعيبه بتبص لبعضها. والفلوس بقت بتتكلم، ماني توك دلوقتي. اي لعيب دلوقتي بقت الكرة بالنسبه له فلوس. هي من زمان فلوس، واحنا كجمهور لسه ما اقتنعناش بالحاجه دي. المهم ان بعد الحلقه ما خلصت الناس كلها قعدت تتكلم ازاي امام عاشور عنده مشكله في البتاع. يعني معنى كده ان امام عاشور ما كانش متخلف عن البعثه بتاعه الاهلي اللي كانت الماتش اللي فات، مش فاكر كانت فين. امام عاشور ما راحش البعثه عشان عنده مشكله في الفلوس، مش عشان عنده برد وبتاع، عشان كده النادي الاهلي غرمه. المهم امام عاشور طلع الساعه 3 الفجر، 3 الفجر. امام عاشور اللعيب اللي المفروض ان هو ملتزم، المفروض ان هو نايم عشان عنده تاني يوم تدريب الصبح، منفرد بقى ولا مش منفرد، المفروض ان هو عنده تدريب. امام عاشور الساعه 3 الفجر صاحي وبيتفرج على التلفزيون، وبينزل ستوري وبيرد على كابتن صالح، بيقول ان القعده دي ما حصلتش، وان اي كلام اتقال على لسانه الكلام ده ما حصلش والكلام ده كذب. وفي كلام ان الكابتن صالح جمعه اتضايق من اللي قاله امام عاشور، وقال هو بيطلعني مسرح قدام الناس، طب انا اطلع اقول هو كان قاعد مع مين وكان بيعمل ايه وكان بيسوي ايه، والناس نصحته يعني اللي هو ايه، هدي الدنيا وما تعملش. المهم انا واحد من الناس، مش هكدب عليك، انا فرحان جدا باللي بيحصل دوت، فرحان جدا 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 باللي بيحصل دوت. يعني انا كراجل زملكاوي اتمنى ان انا اشوف المشاكل دي كتير في الاهلي، اتمنى طبعا ان انا اشوف المشاكل دي كتير في الاهلي، اتمنى ان امام عاشور يكمل في اللي هو بيعمله دوت. بس لو جينا بقى كراجل محايد بيتكلم في الكوره، الاهلي دلوقتي وامام عاشور في مشكله، في حل من اتنين. دلوقتي انا بتكلم معاكم وانا بنزل فيديو، وفي ماتش الاهلي والطلائع وشباب القبائل شغال، والنتيجه 0-0، والاهلي طلع والاهلي خرج من عنده محمود حسن تريزيجيه مصاب. واصابه تريزيجيه
اصابه في الخلفيه، وممكن يغيب له برضه من 3 اسابيع لشهر زي زيزو. فكده زيزو غياب شهر، تريزيجيه غياب شهر على الاقل، وفي امام عاشور موقوف برضه شهر او 3 4 ماتشات وتدريب منفرد وبتاع. فكده في طريق من طريقين قدام الاهلي: يا الاهلي يقول انا نادي القيم والمبادئ ومش مش هنخ ومش هطاطي، وامام عاشور هيكمل عقوبته اللي اتوقعت عليه ومفيش رجوع فيها. يا اما الاهلي هيتلوي دراعه لامام عاشور بعد اصابه زيزو وتريزيجيه عشان هو محتاجه ويرجعه. ده صح ده غلط ده مش موضوعنا. انا واحد من الناس شايف ان اللي في مصلحتك اعمله. انا واحد من الناس شايف ان مفيش حاجه اسمها قيم ومبادئ النادي الاهلي، مفيش حاجه اسمها نادي الزمالك نادي القيم مفيش الكلام ده. مفيش مبنى له قيم ومبادئ. القيم والمبادئ للاشخاص مش للمباني والانشاءات. مفيش حيطه عندها قيم ومبادئ. احنا يا جماعه هنخترع؟ مفيش حاجه اسمها كده. فانت يا اما تنفذ كلامك وتقول لي انا نادي القيم والمبادئ وتثبت لي بقى قدامي، تحط صباعك في عيني كده تقول لي لا انت ما بتفهمش حاجه. انا نادي القيم والمبادئ اهم لاعب في مصر واهم لاعب في افريقيا اهوت، انا واقفه وانا عندي 2 لعيبه مهمين جدا مصابين زي زيزو وتريزيجيه ومش فارق معايا، والقيم قبل اي حاجه والنادي قبل اي حد والاهلي بمن حضر. يا اما تنخ وتجيب ورا وتجيب امام عاشور تقعده وترضيه وتنزله التمرين عشان امام يرضى ايه ينزل يلعب. فانت عملت كده انا فرحان، عملت كده انا برضه فرحان. يا ريت بس الناس ما تطلعش بعد كده تقول اصل مفيش مشاكل في اوضه اللبس، اصل مش عارف ايه، اصل زيزو بياخد 5 مليون. لو زيزو بياخد 5 مليون ولا تريزيجيه بياخد 5 مليون ولا 4 مليون، كل القصه دي ما كانتش هتبقى موجوده. امام عاشور مشكلته اكيد مش في 5 مليون جنيه، اكيد مشكلته مش في 5 مليون جنيه. ده كل اللي اقدر اتكلم فيه. طبعا انا باين عليا ان انا فرحان، مش شمتان والله ربنا يعلم، مش شمتان، بس انا فرحان يعني يا رب الدنيا تفضل كده جميله. انا كده بالنسبه لي انا متكيف، والزمالك يفضل زي ما هو. يعني الزمالك عنده ماتش مهم بكره برضه، ربنا يكرم كابتن معتمد جمال والرجاله ويرجعوا ب3 نقط باذن الله، هيفرقوا معانا قوي 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 يعني. فده كانت تصريحات كابتن صالح جمعة ورد إمام عاشور عليه، ولسه هنشوف الدنيا هتروح على فين بعد كده. الموضوع مش هيخلص هنا، الموضوع مش هينتهي هنا، الموضوع لسه مكمل. ولو في أي جديد هطلع أقول لكم على طول. يا ريت بس عندي طلب أخوي من أي حد بيتفرج علينا، أنا نفسي نوصل 100 مشترك قبل رمضان. هيبقى فيها مفاجأة كبيرة ليكوا يعني لو الكلام ده حصل قدامنا. النهارده كام؟ النهارده 7، قدامنا 10 ايام ولا 12 يوم. يا ريت بس الناس تدعمنا بلايك وسبسكرايب للقناه وفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا كل الاشعارات اول ما ننزل فيديو. كان معاكم محمد عمر من قناه مستر 14، اشوفكم بخير، سلام.